ازاي اتعلمت المونتاج في 24 ساعة؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا احمد عبد المنعم من منعم استوديو. تقدر تتابعني على الانستجرام والفيسبوك من اللينكس اللي تحت الفيديو. النهارده حابب احكي معاكم قصه كده. طبعا اللي شاف لي اي فيديوهات قبل كده عارف ان انا دكتور اسنان، وبعدين في سنه 2011 اتعرفت على التصوير ودخلت فيه وحققت فيه حاجات كويسه الحمد لله، لحد ما جيت في سنه 2018 قررت ان انا احول التصوير بتاعي او شغف التصوير الى شغل. وساعتها بقى انا كنت رميت نفسي في السوق وبدات ان انا اشوف ايه الحاجات اللي انا ممكن اشتغل فيها وايه الحاجات اللي متناسبه مع مهاراتي ومتناسبه مع مبادئي اللي انا ممكن ادخل واشتغل فيها. فدخلت شويه في تصوير الاسنان ودخلت شويه في تصوير المنتجات وتصوير الملابس، واستقريت فتره طويله على تصوير الدكاتره. كنت بعمل لهم شغل البيرسونال براندنج بتاعهم، وكمان بقى تصوير العيادات بتاعتهم والحاجات دي كلها. فمره بقى انا كنت شغال مع دكتور وكنت بعمل له براندنج سيشن، فقال لي عايزك تعمل لي فيديو اتكلم فيه شويه عن تقويم الاسنان وفوائده بيتعمل ازاي. انا طبعا وقتها كنت ما بعملش فيديوز، وده سببه بمنتهى البساطه ان انا ما كنتش بعرف اعمل مونتاج. يعني ايه مونتاج؟ مونتاج يعني ان انا اقصقص الفيديو واشيل كل الحتت اللي ملهاش لازمه في الفيديو واركبهم كلهم على بعض بحيث يبقى الفيديو في الاخر كله من اوله لاخره متناسق. يعني مثلا هوريكم يعني ايه فيديو من غير مونتاج وفيديو بمونتاج. خلال ال 20 ثانيه اللي جايين دولت انا هتكلم على اي موضوع كده، وشوف الفيديو عامل ازاي لو ما تعملوش مونتاج ولو اتعمل له مونتاج. فمثلا لو انا هتكلم مثلا عن انواع الكاميرات مثلا، فهقول مثلا ايه. طبعا لما انت تيجي تختار الكاميرا بتاعتك في اوبشنز كتيره للكاميرات انت ممكن تختار منها، زي مثلا كاميرا الموبايل او الكاميرا البروفيشنال الدي اس ال ار. والكاميرا البروفيشنال الدي اس ال ار دي في منها كروب، مش في منها كروب سنسور وفي منها فول فريم، ودي بتكون ادفانسد اكتر، ودي بتكون ادفانسد اكتر للناس المحترفه في التصوير. ده شكل الفيديو اهو خالص، ايه فضحت نفسي اهو. وشكل الفيديو لما يكون مثلا واحد مش مركز في الكلام او مش مجمع او مش مرتب كويس، ده بقى شكل الفيديو بعد المونتاج. طبعا لما انت تيجي تختار الكاميرا بتاعتك في اوبشنز كتيره للكاميرات انت ممكن تختار منها، زي مثلا كاميرا الموبايل او الكاميرا البروفيشنال الدي اس ال ار. والكاميرا البروفيشنال الدي اس ال ار دي في منها كروب سنسور، في منها فول فريم، ودي بتكون ادفانسد اكتر للناس المحترفه في التصوير. اكيد شايفين الفرق، يعني لبلب بروفيشنال ما شاء الله. فانا موضوع المونتاج ده حاطه من اهدافي. عارفين الاهداف اللي انت بتكتبها كل سنه دي؟ كنت كاتب عندي في الاهداف دي مثلا من 10 سنين ان انا عايز اتعلم برنامج زي البريمير ده، ولكن ما كانش في حافز او حاجه تشجعني ان انا اتعلمه. فكل سنه اكتبه وما اعملش حاجه، لحد ما جه الدكتور ده بقى طلب مني الطلب ده وقال لي انا عايز اعمل فيديو عن التقويم. فقلت له طب اقول لك ايه، انا هصورك الفوتج، يعني هصورك الفيديو خام كده واديك الماده الخام، وانت تروح لمونتير حد متخصص في المونتاج يمنتج لك الفيديو ده. فقال لي تمام. فصورت له الفيديو كده على بعضه ورحت مديله الميموري، نقل الفيديو خده معاه وراح يمنتجه. رجع لي الدكتور بالفيديو اللي هو منتجه عند الراجل اللي هو المفروض محترف في المونتاج. فالفيديو كان وحش جدا جدا من وجهة نظري، يعني كان معمول المونتاج بشكل سخيف جدا، وكان في انيميشن كتير في الفيديو ملوش اي لازمه، وكان مركب فويس اوفر كده واحده بتقول ايه هو تقويم الاسنان، ازاي يتعمل تقويم الاسنان، ليه بنعمل تقويم الاسنان. كان يعني في سخافه كده، وكان كل الكلام اللي الدكتور بيقوله كاتبه تحت كده على شكل ترجمه. اي حاجه الدكتور بيقولها حتى لو في حتى لازمه في الكلام او كلمه بتتكرر بسبب ان ساعات الواحد بيبقى بيقول حاجات فيها لازمات، كاتبها تحت بشكل ملوش اي داعي. فانا كنت شايف الفيديو بروفيشنال خالص ومش حلو وفي اخطاء املائيه. يعني انا صراحه الفيديو نرفزني جدا واستفزني ان انا في ساعتها كده اول ما شفت الفيديو قلت له بقول لك يا دكتور معلش ما ترفعش الفيديو ده واديني بس اسبوع هديك انا فيديو من عندي. قال لي طب الحساب كام، التكاليف كام؟ قلت له بص انا هخلص الفيديو واديه لك، لو عجبك نبقى نتكلم بعد كده ان احنا ايه هنعمل ايه مع بعض. قال لي تمام خلاص. انا بقى عملت ايه؟ انا بالظبط كده كان عدى عليا مره كده وانا بقلب في اليوتيوب فيديو 47 دقيقه لاحمد ابو زيد على قناه دروس اونلاين، والفيديو ده على طول بيعدي مني وانا عمال اجله وما بتفرجش عليه. وطبعا انا عشان بقى ايه متحفز وعايز اعمل التحدي ده وعايز اوصل للدكتور فيديو اجمد بكتير من اللي هو جاله، فقعدت اتفرجت على الفيديو ده. والفيديو ده كان مش كورس الاحتراف البريمير، هو كان من
الاخر كده بيقول لك الحاجات المهمه اللي انت محتاجها علشان تعرف تتعامل مع البرنامج. هو البرنامج زي كده كانك قاعد في طياره، فانت مش فاهم، في تفاصيل كتيره كده وفي زراير وحاجات كتيره كده، فايه يعني في صعوبه جامده تخاف اصلا ان انت تدوس فيه. فهو ال 47 دول علموني مثلا ان انا ايه، ازاي انزل الفيديو في البرنامج، وازاي اخد الفيديو ده احطه في التايم لاين، وبعد كده ازاي ابدا ان انا اقصقص الفيديو واقص الحته دي، بعدين اخد الحته دي والحته دي احطهم جنب بعض فيركبوا ورا بعض، يبقى الفيديو كده ايه ماشي بتناسق. وازاي بقى اكتب كلام على الفيديو، وازاي اظبط الالوان، وازاي اعمل اكسبورت للفيديو او ان انا اخرجه اصلا من البرنامج، علشان انت ممكن اصلا يعني ما تعرفش ان انت تطلع الفيديو من البرنامج اصلا. فكانوا 47 دقيقه فيهم الخلاصه. فهمت انا كل حاجه، وقعدت ايه في خلال اليوم ده كله ايه اطبق واجرب لحد ما استوعبت البرنامج نوعا ما بقتش محترف فيه طبعا في 24 ساعه، ولكن فهمت الليله يعني بس. ورحت جايب بقى الفيديوهات اللي انا كنت مصورها للدكتور منزلها في البرنامج، وقعدت بقى ايه اقص انا بقى متخيل انا عايز اعمله ازاي، لحد ما رحت مكون الفيديو بتاعي، مظبط الوانه ومظبط كل حاجه، ومطلعه بوجهه النظر اللي انا شايفها احلى بكتير من اللي كانت معموله قبل كده. ورحت بعت الفيديو للدكتور. الدكتور كلمني يعني اللي هو ايه شبه بيتخانق معايا، علشان بيقول لي انت ليه اصلا خلتني اروح اتبهدل مع حد مش بروفيشنال ويعمل لي فيديو تعبان، وانت جامد اهو ما شاء الله في المونتاج وفظيع وبتاع، وانت ازاي يعني ليه عملت كده؟ ما كنت تعمله لي من الاول، انت يا عم مش عايز تشتغل ولا ايه؟ طبعا انا ايه مكسوف اقول له ان انا اصلا لسه بتعلم البرنامج امبارح، يعني من 3 ايام ما كنتش اعرف اصلا البرنامج ولا عارف بيشتغل ازاي. فقلت له بس انا مش بتاع فيديو، وانا سبتك تروح لحد متخصص اكتر، يعني ايه ما رضيتش ساعتها اقول له ان انا ايه لسه متعلم البرنامج طازه وبس. ساعتها حتى قال لي طب لا خلاص احنا مع بعض وما اعرفش ايه، طب وهنعمل الفيديوهات بكام؟ رحت انا ضارب سعر فوافق عليه، والحمد لله عملنا شغل مع بعض جدا، واتفتح لي باب رزق جديد من منطقه انا عمري ما كنت اتخيل ان انا ادخل فيها، هي منطقه الفيديوز. وبقيت بعمل بقى فيديوز للدكاتره، وبقى دي جزء اساسي جدا من شغلي. بعد كده بقى بدات اتعلم بقى حاجات زياده ما كانتش موجوده في الفيديو اللي هو بتاع دروس اونلاين. اتعلمت مثلا بقى كل بقى من على اليوتيوب، بقى مثلا انا عايز ايه اصور على خلفيه خضراء واشيل الخلفيه وبحيث ان انا اخلي الدكتور يتحرك كده في الكادر، فدخلت على اليوتيوب وتعلمت الحته دي بس. واحده واحده بقى بدات ان انا اتطور، وعملت بقى فيديوهات لمدارس انترناشونال، وعملت فيديوهات اكل، وعملت فيديوهات لفيلل، وبقت فعلا يعني ده جزء اساسي كبير جدا من شغلي. وطبعا المونتاج استفدت منه جدا في اليوتيوب. دلوقتي كل انا شغل اليوتيوب ده كله انا بعمله لوحدي تماما، انا اللي بصور وانا اللي بمنتج وكل حاجه. فالحمد لله من حاجه بسيطه قد كده فرصه انا قررت ان انا استغلها، ان هي تكون سبب ان انا ادخل في حاجه جديده، والحمد لله اتفتح لي كارير كامل بسبب الخطوه دي. فانا عايز اقول حاجتين في اخر الفيديو. اول حاجه عايز اشكر جدا جدا اي حد بيعمل محتوى هادف على اليوتيوب، واخص بالشكر طبعا احمد ابو زيد اللي كان سبب بدايه ان انا اتعلم المونتاج، وربنا يكرمني كده في شغلانات كتيره كان السبب بتاعها الفيديو بتاع احمد ابو زيد او دروس اونلاين. وباذن الله يعني تكون حاجه زي كده حسنه جاريه، ان انا اي حاجه حلوه انا بعملها او اي نجاح بحققه هو ان شاء الله ليه نصيب فيه. فشكرا جدا جدا. الحاجه الثانيه، الفيديو مش الهدف منه ان الناس تتعلم المونتاج، في هدف اكبر بقى من كده، وهو ان في حاجات كتيره جدا جدا في الحياه انت ممكن تتعلمها وتغير من حياتك، ولكن دايما الصعوبه بتبقى في الخطوه الاولانيه. زي ما انا قلت انا كنت عايز اتعلم المونتاج ده بقالي سنين وما كنتش بتعلمه، رغم ان انا لما جت الفرصه لقيت الموضوع اسهل بكتير جدا جدا من ما كنت انا حاطه في خيالي. فاي حاجه الواحد ما بيبداش فيها بيكون خايف منها وحاسس ان هي معقده وصعبه وكاشش منها، بس دايما الخطوه الاولى او السلمه الاولى في اي حاجه هي اصعب حاجه. لو عرفت تتجاوز السلمه الاولى دي وتبدا هتلاقي الموضوع ماشي معاك واحده واحده من غير ما تحس، هتلاقي نفسك اتطورت وبقيت بروفيشنال في الحاجه دي، وممكن تبقى مصدر دخل ليك كويس جدا، وتبقى انت بروفيشنال في الحته دي، وتبقى دي الكارير بتاعك والمجال اللي هتكمل فيه بقيه حياتك. فاتمنى ان اي حد عنده شغف لاي حاجه هو ما يترددش ويقعد سنين ياجل، وخد بس الخطوه الاولى. يعني دي كانت نهايه حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشوف الحلقات اللي جايه. وبس كده، شكرا جدا ليكم، ومستني تعليقاتكم ورايكم في الحلقه واقتراحاتكم للحلقات اللي جايه، واشوفكم على خير ومع السلامه.